الو السلام عليكم. الو، انا الصحفي مهدي آل الشيخ ياكم. تفضل. بالنسبه استاذ حسن، عندنا سؤال وعندنا طلب بنفس الوقت. تفضل نسمعك. الطلب هو حضرتك جدا مقرب من السيد المحافظ، هنالك 19,000 قطعه في بلديه الناصريه وشرائح هواي، من ضمنهم المتقاعدين ومن ضمنهم المدرسين المظلومين ومن ضمنهم ذوي الاعاقه ومن ضمنهم الاطفال ومن ضمنهم الجرحى. متى يتم التوزيع لهذه الشرائح؟ شنو السبب تعطيل التوزيع على هذه الشرائح المستحقه؟ نعم. هذا الطلب اللي يريدك توصله للسيد المحافظ، يعني ليش متاخرين على هذا الموضوع؟ هاي موضوع بيخد. هاي قضيه ثانيه، موضوع الجسور. جسر الهولندي نسبه العمل فيه جدا ضئيله، يعني امر عليه الظهر القى لي عمال 2 أو 3، وبهاي الطريقه شلون راح نقدر نحصل نسبه انجاز عاليه بهذا الجسر؟ وهو جسر جدا ضروري، وعانينا ما عانينا حتى دركناه ضمن الخطه من مطالبات ومناشدات وكذا. وكذلك بخصوص جسر نبي الله ابراهيم، يوميا العمل متوقف وخلف الله عن الناشطين، تروح تصور يلا يصير تحرك حكومي باتجاه هذا الجسر. والله يحفظكم. واضح، شكرا جزيلا لاتصالك. بخصوص سؤال الأخ على الجسور، جسر الهولندي. نعم. طبعا جسر الهولندي هو شقين به، هو جسر البديل، الجسر الحديدي وجسر الهولندي. جسر الهولندي الحال حسب الخطة الاستثمارية، وحتى يتنفذ لازم يكون هناك جسر بديل اللي هو جسر الحديدي اللي هذا البديل. هذا جسر انحال من قبل الأخوة صندوق أعمار ذي قار، فيكمل الجسر البديل حتى نبدأ بعملية قلع الجسر والجسر الهولندي وعملية إنشائه. هذا الموضوع منتظرين احنا شو وقت يخلص. اذا يشوف العمل الان قليل، العمل هو عمليه انشاء الهيكل خارج النصب ومن ثم نصبه، ولذلك انه تلاحظ اكو اشياء على جرف انها يلاحظها اشياء بسيطه، لكن في ورشه العمل لا، عمل متواصل، هناك اعمال لحام واعمال قطع واعمال ربط، وبعدين من ثم ينتقل الى عمليه الجسر الحديدي اللي داخل النهار. هذا حتى يكون واضح. بالنسبه لجسر ابراهيم الخليل، جسر ابراهيم الخليل استؤنف العمل به. نعم. استؤنف العمل به، واكو طبعا هو شقين، شق انه جسر ابراهيم الخليل، والقسم الثاني اللي هو ذراع اللي يروح باتجاه الزديناويه. اكو مشاكل فنيه، تعارضات، واكو تعارضات بسيطه، هذه ما ممكن ان تتجاوز بشكل سريع جدا. نعم. لذلك تشوف مرات اكو تعثر بالعمل، بس هو بالنتيجه النهائيه يفترض ان يكون هناك القرار الفني والقرار الاداري اللي ينطي المهندس المشرف ماشي. احنا لحد امس استقبلنا اول وجبه من الجيردرات اللي هي الروافد، واستطعنا ان حقيقه ننصبها وهي من خارج بغداد، ووصلت لهنا. الوجبه الثانيه راح توصل خلال هذا الاسبوع، والعمل متواصل تمام، مو بالمستوى المطلوب، لكن احنا عندما تنتهي التعارضات راح تكون هناك همه كبيره في عمليه انشاء هذا الجسر. نعم. سأل ايضا عن موضوع القطع وتاخير توزيع بالنسبه للقطع. تعرف بالنسبه للمعاون الفني هذا شغله مو على شغله القطع المشاريع، ولكن لخبرته السابقه بالبلديه هو قال هذا طلب انه توصله السيد المحافظ، راح يوصل بكل امانه للسيد المحافظ انه عمليه الاستعجال بوجبه المتقاعدين وبقيه الشرائح والتنسيق مع البلديه. انا من خلص اتصل بالاخ مدير البلديه وكذلك اصل هذا الطلب ان شاء الله الى السيد المحافظ. نعم.